ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني قوي 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 من الفيديو اللي فات. طبعا. نبدأ بقى كده ايه. العيد خلص و... والاجازة خلصت، ونشوف بقى ايه اللي ورانا كده ونلملم الدنيا حوالينا كده. بصراحة اليوم دوت كنت آه كنت صاحية من النوم كده، مودي مش احسن حاجة. مش كنت طايقة حد خالص حواليا ولا حد يكلمني، ومش عارفة، ما كنتش متظبطة خالص. كان عندي شعور وحش قوي. بس الحمد لله ان هي جت على قد كده. طبعا. اللي عندهم الجيوب الأنفية عارفين الحوار دوت. هو امبارح كان الجو حر قوي، وطبعا بقى دخول شم النسيم بقى والروايح واللي بتهب بقى وكده. فالحمد لله ان هي جت على قد كده، ما جاتش في حد كبير يعني. كنت بصراحة مقريفة على العيال خالص، مش كنت طايقاهم يتكلموا ولا كنت عايزة حد حواليا يتكلم. والحمد لله ان هي جت على قد كده. نبدأ كده الفيديو بتاعنا، ونصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دخلنا كده على المطبخ. قلت ارص الحاجات اللي على الصفاية، وابدأ كده ايه. ألم المطبخ كده واصبن الطبقين اللي في الحوض وكده. وكان ورايا ديت كوبايات غسلاها سايباها تتصفى، رصها في المطبخ، ودي اللي بسببهم ايديا اتفتحت. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله ان هي جت على قد كده يعني. سبحان الله، يعني انا غسلت الكوبايه وحطاها، فبشطف بقى الكوبايات كلها زي ما بعمل. لقيت دي لسه فيها رواسب من العصير من تحت. فحطيت الليفه، جبت الليفه تاني وبحطها كده، ان انا اغسلها تاني يعني. لقيت الكوبايه طقت وراحت سحبه، يعني ايه، زي ما بتبقي تحطي الليفه كده وتلفي ايديكي، راحت سحبه ايديا بقى. الحمد لله ان هي جت على قد كده، ما جاتش في العيال او كده يعني. احنا نستحمل يعني. كده بقى ايه، خلصنا اللي في الحوض. قلت بقى ايه، كان عندنا بتنجان وكوسة بقى كانوا جايين لنا في العيد. فقلنا بقى ايه، نعملهم قبل ما يتبلوا ولا يحصل لهم حاجة. استنهزتها فرصة بالليل، كنت رايحة عند بيت بابا و... وايه، وخالتي بقى متجمعين وكده. ورحت مديهم لخالتي تقورهم لي وهي قاعدة. طبعا بقى ايديا مفتوحة بقى وكده، وبتدلع بقى وبتاع. فكان عندي كمان كيس صلصة في الفريزر، فقلت يعني ايه، الحاجة موجودة ومش هتعب ولا هعمل مجهود ولا كده. هو بس كل التعب كان في ان انا وانا بحشي، كان بصراحة ايديا كانت بتحرقني جامد. فالحمد لله ان هي جت على قد كده. نغسل بقى البتنجان كده. قولولي انتوا زي كده طالعين من العيد لسه مش عارفين تظبطوا نومكم، ولا الدنيا عاملة معاكوا ايه، ولا انا كده بس لوحدي. هنا بقى كان عندي بطاية كده. آه، زوجي العزيز عايزها بصلصة. فقلت بقى ايه، نقطعها كده على 4. وانه كنت لفها بملح. قلت اغسلها بقى، غسلناها مرة وكده واتنين، وننضف حاجتنا عشان خاطر ما يبقاش ليها ريحة زفارة وكده. ونعصر عليها ليمونتين كده، وتبقى جاهزة على قد ان ايه، تجهزي حاجتك على طول على البوتاجاز. بصراحة كان روتين المشقة والتعب بجد. كنت تعبانة قوي، ما كنت قادرة اقف وما كنتش طايقة نفسي. مش مش عارفة كان فيا ايه، مش كنت عايزة اعمل اي حاجة. مش كنت عايزة اعمل حاجة غير ان انا انام واشغل مروحة اصدرها عليا ومحدش يكلمني. بس الحمد لله ان هي جت على قد كده يعني. جبت بقى ايه كيس الخضار. لقيته بويظ. بس الحمد لله ربنا اكرمني ان انا عندي كيس خضار
يعني كنت في الشتاء بجيب الخضار مثلا كتير، اخد على قد الاكل والباقي الفه في كيس واحطه في الفريزر، فروحت بقى مطلعه منه. دي ما كانتش عجباني قوي، بس قلت ايه هتقضي الغرض. بعد كده لما لقيت اللي في الكيس كله بايظ قلت لا، تعالي انت كمان، ملكيش لازمه انت كمان، يلا هبوظ الاكل على بشيل الملح. هنا بقى برضو اللي ورا ده كيس الصلصه، كنت مطلعاه من بالليل يفك وكده. في حرامي جبنه ورا هنا. كنت بجيب رز من حافظة الرز اللي هي العلبة بتاعتهم، يعني بتاعت الرز، في الضرفة من تحت كنت بجيب رز، وهنغسله بقى كويس. هي الكاميرا كمنها كانت جاية الناحية دي كده فمش مظبوطة. دلوقتي هنظبطها، هناخد بالنا ان شاء الله ونظبطها. كده بقى بنغسل الرز مرة واتنين كده لحد ما يكون المية بتاعته رايقة كده وما فيهاش، يعني بتبقى فيها حاجات بيضة كده، زي ممكن عشان دوت رز بلدي فبيبقى فيه بيطلع حاجات كده زي النشا. هنا بقى جبنا حلة وحطينا فيها معلقة سمنة ونسيبها تسخن شوية، ونحط بقى ننزل فيها البطة كده، نشوحها كويس كده بحبة فلفل اسود. طبعا شايفين اكشنات وشي، السيد ما كانش راح من نفسه هري ويزن عياط، مش اليوم كان بجد كان يوم صعب. الحمد لله يا رب ان هو عدى على يعني عدى على خير. لا، هو الجيوب الأنفية في الصيف بقى، بداية الصيف كده بتبقى الواحد مقريف ومش عارفة فيه ايه بالظبط. الحمد لله ان هي جت على قد كده يعني. حطينا الرز هنا بقى واهي الصلصة، نقلب كده. وايه تاني بندوقه عشان خاطر نشوف يعني ايه هيعوز، ملح مظبوط كده يعني. هنا بقى ده الخضار، ايديا عشان كانت تعباني، اللي هي ايديا وجايه في ايديا اليمين يعني، مش اي كلام. الحمد لله يا رب، الحمد لله. انا ببقى افركها بايديا كده ما بتاخدش وقت، بس ايديا عشان متعوره مش قادره. بس طبعا لازم نيجي على نفسنا عشان بيتنا وعشان عيالنا وكده، امال مين اللي هيعمل لهم يعني. نظبط بقى الملح بتاعها، الفلفل اسود وملح وكمون وكزبره ومكعب ماجي، ونقلب كده ونشوف بقى ايه هتعوز، ملح تاني ولا ايه. هنا بقى كده الخلطة بتاعة المحشي كده جاهزة. هن طبعا البطة على البوتاجاز، ناخد بقى طماطم ليها. دي طماطم كانت عندي في التلاجة من قبل العيد فقلت استخدمها، والتانية جامدة. يعني ايه تستخدمي اللي هي قبل ما تبوظ، اللي هي تحسها طرية كده، تنقي الطرية منها وتسيبي الجامدة تقعد شوية لسه يعني. قطع كده طماطم ونقشر كام فص توم كده، ومع قرن بقى فلفل احمر، حراق ماشي بارد ماشي اللي انتوا عايزينه يعني.
التوم الجديد بقى طلع، فتلاقي الايه ما بياخدش وقت في التقشير وكده، وفصوصه كبيرة وحلوة. دول انا كنت جايباهم من رمضان، كان لسه طالع. كنت جايبة 3 كيلو ونص ب100. دلوقتي رخص، ناس بتقول ب20، ناس بتقول ب25، بس ما اشتريتش تاني من ساعتها بقى. كده بقى بنضرب الطماطم اهي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا كنت بجد يمكن ربنا هو اللي كان مديني القدرة ان انا اكمل اليوم. قعدت استغفر ربنا كتير، وشغلت سورة البقرة، و... وقعدت استغفر ربنا واصلي على النبي كتير. يمكن هو ده اللي خلاني ان انا قدرت ان انا اكمل وكده. اما انا كنت بجد محدش هيحس باللي انا بقوله بجد غير اللي اتحط في الموقف ده. كنت مخنوقة بجد، كنت مخنوقة جامد، ولا حد مزعلني ولا حد متكلم معايا ولا حد، مش في حاجة. بس هو كده حاسة نفسي ان انا عايزة اعيط ومخنوقة، وحاسة حاجة واقفالي في زوري. الحمد لله يا رب، الحمد لله ان هي جت على قد كده. يعني في الخنقة دي ممكن الواحد يعمل حاجة هو مش حاسس بيها، بس الحمد لله يا رب ان هي جت على قد كده. كنت بزعق، كنتش طايقة العيال يعملوا حاجة. هنا بقى حطيت على ربنا يفك الكرب لينا وللكل يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. المهم هنا بقى حطيت على البطة الصلصة، وحطيت برضو فلفل اسود وكمون وكزبرة وملح وحبة شطة. لو انتي حاطة قرن الشطة اللي مع الطماطم بارد وانتي عايزاها حارة، حطي حبة شطة عادي. بس انا ما حطيتش شطة عشان خاطر القرنين الشطة اللي انا حطاهم مع الطماطم وهي بتتفرم مع الثوم والطماطم كان حر، فما كانتش بقى ايه عشان خاطر السيد لما ياكل ما يبقاش حر. هنا بقى حشيت البتنجان والكوسة كده وانا واقفة، وقطعت بقى عليهم. ما كانش عندي فلفل للحشو، هو كان عندي بس انا ما خدتش بالي غير بعد ما حشيت يعني. هنا بقى حبيت ملوخية كده ناشفة، كنت عاملاهم قبلها بيوم. وقطعت معاهم بقى ايه قرنين يعني كان عندي بس هو بارد، انا ما بحبش اللي هو الفلفل الرومي اللي هو الاخضر ده. بس بقى ماما كانت جايبهولي في العيد، يعني ابقى اقطعه على حاجة كده وخلاص، او اكله جنب الاكل عشان مش بنحبه في الحشو. هنا بقى اهو البط كده استوى. طلعت كده البط، وطلعنا بقى ايه الحاجات بتاعتنا اللي هي ايه الرقبة والراس والرجلين والحاجات دي. وهنا بقى نغرف كده البتنجان كان زي الزبدة. وقطعت كام قرن فلفل كده شطة، يعني سلايصات كده علشان خاطر يديله ريحة، بس بدل ما مش هحشيه، بس بيديله ريحة حلوة. ساعات بقى ببقى اقطع في الحلة من تحت طماطمايه وبصلايه مش عارفه، بس ما عملتش المرة دي بصراحة يعني. بس الاكل والله طلع حلو، بس ممكن عشان ربنا كان حاسس بيا، يعني ان انا كنت بعمل الاكل ده وانا كنت ازاي. قلت اسخن بقى رغيفين كده عشان اللي عايز ياكل ملوخية يعرف يغمس. والله ما حد كل منها، انا كنت عاملاها قبلها بيوم. كانت ماما يعني مدياني، كنت عندها ومدياني حاجات، ورحت ايه عاملة جنبهم حبة ملوخية، وقضينا بهم امبارح اليوم. طلعنا مخلل، وخلاص على كده. هنا بقى كنت بعد الاكل، او بوريكم بقى المطبخ عامل ازاي يضرب يقلب. ولما بقى خلاص اعصابي هديت وكده، قلت بقى ايه، لا المطبخ ما ينفعش اسيبه كده وانام. شطبته كده ومسحت الرخامة بقى
صبنت كل حاجة، والبوتاجاز والارض مسحتها، كبيت فيها مية كده وشدتها بالمساحة، وبعدين بقى نشفنا كده بالفوطة والبوتاجاز اهو. وبكده بقى ايه المطبخ بقى زي الفل، ننام واحنا قلبنا مرتاح. يلا باي باي، اشوفكم بقى في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وكل حاجة وكومنتات كتير بقى وكده. باي 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 باي.